ازيكم عاملين ايه؟ انا الاء ابراهيم. اللي لسه ما يعرفنيش، اهلا بيكم في قناتي. انا ركبت المايك عشان ما يكونش في خروشه من الاشاره. قولوا لي كده احسن او مش احسن؟ ويلا بينا نبدا الفيديو على طول عشان مش عايزاه يطول زي الفيديو اللي فات وزي الجزء الاولاني بتاع اللي لسه ما يعرفنيش. جاوبت اسئلتكم، اتعلمت الماني، جيت المانيا امتى، والكلام ده كله. لسه ما شافوش هحطه لكم هنا. خلصوا الفيديو وروحوا شوفوه عشان المعلومه تكمل. طيب اللي لسه ما يعرفنيش عشان عددنا زاد حبة صغيرة. هعرف نفسي بسرعة. أنا اسمي آلاء إبراهيم، عندي 35 سنة دلوقتي. طيب أنا مصرية ألمانية. مامتي باباها مصري، مامتها ألمانية، فهي مصرية ألمانية. بابايا مصري 100%. فلما أنا اتولدت كانت مامتي مصرية وبابايا كان مصري. كان مامتي ألمانية مصرية وبابايا كان مصري. فلما أنا اتولدت باخد الجنسيتين. أنا اتولدت في مصر وعشت في ألمانيا. كنت يعني احنا كنا عايشين، انا واخواتي يعني كنا عايشين في ألمانيا، ووقت الأجازة كنا بننزل مصر. فأنا اتولدت في مصر بس اتربيت في ألمانيا. لما نزلت مصر نهائي كان سنة 2000، ورجعت تاني سنة 2016. حلو. من سنة 2016 وأنا مستقرة. باختصار قوي عشان ندخل في الأسئلة على طول. أنا متجوزة من دانيال من 2017. 17 صح؟ لهوي. 2017 على ما أعتقد. كان 8 2017. أيوة صح كده. أنا دارسة دار العلوم جامعة القاهرة، اللي هي لغة عربية ومواد شرعية. اتخرجت سنة 2010. إيه كمان؟ دراستي مولودة في مصر زي ما قلت. سافرت ألمانيا قلناها. اتعلمت ألماني. أنا كنت بعرف ألماني. اتعلمت العربي لما نزلت مصر سنة 2000. كنت بفهم 10% ولا حاجة، وبعدين بدأت أتعلمه كويس وأنا في مصر بقى، من المدرسة والجامعة وكده. أم، لما جيت 2016 كنت جايه المفروض 3 شهور اجازه، وفي الاخر قعدت برضو. رغم ما كنتش عايزه اقعد خالص. كنتش بحب المانيا، او ما زلت مش بحب المانيا ولا الالمان ولا لغتهم ولا طبعهم ولا اي حاجه خالص. فعشان كده كنت رافضه نهائي من 2000 2016 ان انا اجي حتى المانيا زياره. لما جيت 2016 لظروف ما كنت جايه صد رد وهرجع. وسبحان الله يشاء القدر ان انا اقعد. واشتغلت في 9 2016 في مركز في منشن. بعد 6 ايام اتعرفت على دانيال وجوزنا. شاء القدر اني اعيش في المانيا، اتجوز الماني واتعلم يعني ادرس اللغه، يعني امارس اللغه سبحان الله، نصيب. نصيب. لما جيت المانيا كنت جايه المانيا عشان اهلي كانوا هنا، وانا كنت جايه المفروض زياره زي ما قلت يعني. وبرضو عشان بلاحظ ان الناس بتتفرج على فيديو وعشرة لأ. دانيال كان هو واهله مسيحيين عاديين خالص، وهو الوحيد اللي أسلم في اهله. وربنا يهديهم، يمكن الباقي يسلم، محدش عارف. بس دي كده حاجات على السريع كمقدمة كده، لسه ما عرفنيش خالص. ندخل بقى في أسئلتكم كالعادة. أنا مش هقعد أبنتج وكده. الأسئلة على طول. من أحمد عبد القادر: اتعرفتوا على بعض إزاي؟ في الشغل، كنا شغالين مع بعض، كنا زملاء في 9 2016. وتقدم لبابا واتجوزنا آه، في 7، لا في 8 2017. أحمد برضو بيسأل: الحياة في ألمانيا بعد الحرب الأوكرانية أصبحت صعبة، ومستوى المعيشة إيه؟ اعتقد يا احمد انت بتسأل عشان انت في بلد تانية وعايز تيجي المانيا، صح؟ يعني هي مش زي الاول قوي، اختلفت طبعا. بس لو عايز تيجي تعالى، اعتقد هتبقى احسن من وضع مصر او اي بلد عربية تانية. تعالى و... وان شاء الله ربنا يوفقك. هي بقت اغلى بس يعني الحمد لله الدنيا ماشية. افنان الشوقي: لغتك الالمانية طليقة ما شاء الله، كم لك سنين في المانيا؟ زي ما قلت انا رايحه جايه، يعني مش رايحه جايه. وانا صغيره درست هنا لغايه 5 ابتدائي، اول كام شهر من سنه 6. وبعدين زي ما قلت اتعلمت عربي في مصر، اشتغلت 10 سنين، ورجعت المانيا 2016. وتعلمت مصر، اتعلمت العربي في مصر ورجعت 2016. رايحه وجايه دي يعني. عندي لغتين، مش 100%، 80% لكل لغه. بس الاتنين موجودين. رضا عمارة: أنا حاليا في تانية طب بيطري بنها، بتعلم اللغة وعايز أكمل في جامعة هانوفر. إيه الشروط؟ رضا ربنا يوفقك يا رب وتخلص على طول وتحقق اللي أنت تتمناه. لو عايز تيجي طبعا تعالى، وإن شاء الله ربنا يوفقك. أنا ما أعرفش كل الحاجات عشان أنا ما مرتش بحاجات كتيرة جدا أنتوا بتسألوا فيها كتير قوي.
فانا كل مره بحط لكم، او كل مره حد بيسال في حاجه زي كده بحط لكم اللينكات زمايلي، هحط لكم برده في صندوق الوصف في الفيديو ده عشان تسالوهم وتتابعوا معاهم، هم بيكونوا عارفين اكتر في الاقامه، في الفيزا، في الدراسه، في حاجات تانية كتير انا ما مرتش بيها، فمش هعرف افيدكم للاسف. فبس ان شاء الله تلاقوا الاجابه عند زمايلي، وربنا يوفقك يا رضا، وان شاء الله نشوفك في المانيا قريب. سلسبيل حمزه، انت بتشتغلي ايه وجوزك شغال ايه؟ آه انا حاليا في المانيا شغاله، احنا دلوقتي في 10 2022، دلوقتي شغاله بس دولماتشر، مترجمه فوريه. بس شغاله تايلتات بس، ودانيال شغال في الاي تي حاليا. توتا ازيك؟ هل لاحظتي فعلا تغيير في المانيا بعد الحرب الاوكرانيه؟ وهل عندك مخاوف من ان بوتين يعملها ويطلق النووي معلش السؤال سياسي عشان انا من الناس اللي خافت من روسيا. والله يوفقكم ويسعدكم يا رب، امين يا رب يا توتا. آم، تغيير في ألمانيا حصل، في تغيير طبعا حصل، ان الحاجات بتغلى، الكهرباء والطاقة وكل حاجة بتغلى، والأكل بيغلى. آه، والحاجات بقت مش زي الأول طبعا. وربنا يستر اللي جاي، محدش عارف، فواحد بيحاول ان هو يوفر في كل حاجة و... وربنا الحافظ، هنعمل ايه؟ مش عارفين اللي جاي، محدش عارف. غصون أبازيد مش عارفة. أبازيد أبازيد مش عارفة. معلش، غصون. زوجك ألماني الأصل ولا من أصول عربية مولود في ألمانيا؟ والله أنا اللي شاف فيديو زي اتعرفنا على بعض برضه شوفوه لما نخلص، اللي ما شافوش. أنا أول مرة شفته عامله بقول له أنت أصلا سوري ليه بتتكلم عربي مكسر كده؟ لا هو قعد يقول لي بقى أنا ألماني الأصل، أهلي قالوا لي إن أنا ألماني الأصل، فأنا ألماني الأصل، ما أقدرش أقول لك حاجة غير كده. فهو لا، هو ألماني الأصل، كان مسيحي وأسلم بعدها. هل زوجك من أصول مسلمة أو غير ألمانية؟ أعتقد كده جاوبت على السؤال يا كير، مش عارفة أنت ولد ولا بنت. آه لا، هو فعلا ألماني الأصل، كان مسيحي بقى ألماني، كان فضل ألماني الأصل وبقى مسلم. فاتو يارا ازيك؟ الله يوفقكم، اللي ما يحب ويرضى ويحفظ لكم كتكوتة. تحياتي حبيبتي، والله تسلمي لي، منورة كل فيديو. والله ناس كتير على طول متابعانا من أول ما فتحنا القناة، والله منورين منورين. أي أعرف إن تطبيق بعض الشعائر الإسلامية صعب في ألمانيا، مثل ذبح الحلال في العيد الأضحى، في أمثلة أخرى. وهل في خطة للانتقال من ألمانيا إلى أي بلد إسلامي آخر؟ أنا هجاوب على الجزء الثاني الأول. نفسي فعلا أعيش في بلد إسلامي عشان واحد يحافظ على دينه، وعشان بنتي كمان. آم، نفسي فعلا، بس مش بإيدي، صعب للأسف الشديد. حاولنا فعلا إن احنا ننزل مصر ونشتغل هناك، بس للأسف مش نافع، للأسف الشديد. تطبيق الشعائر الإسلامية، آه، يعني الصلاة عادي، بتصلي عادي، بس هو الفكرة إن الصلاة في الجامع للرجالة وقت الجمعة موجودة. هل بقى للستات موجودة؟ أنا كتير قوي مش بلاقيها، بس أكيد في بعض الدول وبعض المدن عندهم إن الستات تصلي الجمعة، بس إنك تصلي كل صلاة في الجامعة دي ما سمعتش عنها. لو حد عنده مدينة بيصلوا الجامع في كل صلاة دي يقول لنا. الصيام بتصوم عادي، الحج بتحج عادي، وايه كمان، الزكاة بتطلعها عادي، العيد الأضحى وعيد الفطر انت عادي بتحتفل بيه، حتى في المساجد بيعملوا أو في المراكز الإسلامية بيعملوا أنشطة. والذبح نفسه هو صعب كتير عن الدول الإسلامية، بس موجود بقلة. لازم تسأل بقى المركز الإسلامي أو المساجد الإسلامية اللي عندك بتعملها فين وإزاي، وبتجمع ناس وبتذبح. ASM محمود، هل زرتي انت ودانيال مصر؟ وهل في محاولات لتعليم بنتك اللغة العربية؟ اه، انا ودانيال نزلنا مصر بعد ما اتجوزنا على طول، لو شفت فيديو زي تعرفنا على بعض. نزلنا مصر بعد ما اتجوزنا بحاجة بسيطة مع بعضينا، نزلنا مصر، مرة مرتين مرتين نزلنا مصر. انا اخر مرة نزلنا فيها مصر قبل ما احمل في تاليا ده من، فان شاء الله ان شاء الله نروح قريب. طبعا في محاولات كثيرة جدا ان اعلم بنتي عربي. رحت المدرسة العربي، وبنروح المسجد الصبح، وانا في البيت بكلم عربي، بقى اسهل على لساني ان انا اتكلم عربي معاها. وان شاء الله ان شاء الله بدعي لها على طول ان ربنا يوفقنا كلنا وتتكلم عربي كويس وتحفظ قرآن كويس وتبقى كويسة وتتعلم حتى الكتابة والقراية. ربنا يسهل، ادعوا لنا معاكم وان شاء الله نقدر. امل ابراهيم، حبيبتي سلامي ليكي ولأسرتك الكريمة، لدي سؤال. الله يسلمك يا امل، اتفضلي. هل في خطة
في خطتك المستقبلية إن شاء الله تستقري في مصر أو في بلد عربي، ولا هتفضلي بألمانيا؟ للأسف الشديد يعني. يا رب يعني، فعلا يا رب. مش عارفين. بس احنا في حاليا في ألمانيا مضطرين. ثانيا، حابة أعرف رأي أهل زوجك في إسلامه وفي زواجه من مصرية مسلمة، ولك تحياتي وتكوني بألف خير. تسلمي لي والله يا أمل. أم دانيال قبل ما نتعرف على بعض كان خاطب واحدة مسلمة برضو محجبة، فسألوها كل الأسئلة وكل حاجة والصدمة الأولانية إن هو هيتجوز بواحدة محجبة ومسلمة. هي خدتها واتعاملت مع الموضوع، فجاوبت على أسئلة كتيرة. فالخطوة دي أنا ما خدتهاش مع أهله. وإن هو أسلم كان فعلا رد. أنا فعلا في فيديو زي أسلم كتبت أسئلة كتيرة جدا ووعدتكم إن أنا هجاوب عليها، أو تاني أو هصور جزء تاني وأجاوب عليها، بس في حاجات كتير جدا هصورها مش بلحق. رد فعل أهله إن هم أصلا الألمان كل واحد حر في تفكيره في رأيه في كل حاجة، بس هم كان رد فعلهم كان بسيط قوي. اللي هو من الآخر يعني أهم حاجة طالما أنت لسه طيب وكويس ومش تبع أي قبيلة وبتعمل أي مشاكل وعندك أهداف إنك تعمل مشاكل، مش هقول أسماء يعني، تعمل مشاكل كبيرة وكده، طالما أنت لسه إنسان زي ما أنت بطيبتك بعقلك برزانتك، خلاص احنا مش فارق معانا انت بتعتقد بايه. نجوى راضي بتقول can't wait، مستنيكي بسرعة اهو. حاولت على قد ما اقدر. ايه برضو حاجة جميلة عجبتك جدا في ألمانيا، والعكس حاجة مضايقاكي جدا؟ حاجة والله. طالما انت عايز ولا عايزة حاجة واحدة بس، مش هنتكلم عن طبع الألمان وعاداتهم وثقافتهم وكل حاجة، هنتكلم عن البلد كبلد ونشيل الشعب منها. حاجة حلوة قوي في ألمانيا الطبيعة، الجبال والغابات والنهر والبحيرات والطبيعة جميلة جدا، واختلاف الفصول حلوة قوي يعني. حاجة بتهون علينا العيشة في ألمانيا. حاجة مضايقاني جدا في ألمانيا، برضو هنشيل البشر وهنشيل القوانين والقواعد وكل حاجة، هنتكلم في البلد كطبيعة. حاجة مضايقاني فيها مش قادرة. طيب في ألمانيا مش عجباني إن وقت الصيف، يعني هي طبعا بيبقى إن في 4 فصول كل حاجة واضحة فيها قوي بالمناظر وبالجو وكل حاجة مختلفة واضحة قوي. اللي مضايقاني فيها إن الجزء إن هو جو حلو أو حر قليل قوي، والعكس. دي حاجة مضايقاني، بس ما نقدرش ناخد الحلو كله كطبيعة مش كبشر. خلينا ساكتين. شروق، من خلال إقامتك في ألمانيا هل فعلا معظم الرجال الغربيين ليس لديهم غيرة على نسائهم وأهل بيتهم؟ معظمهم دي فعلا موجودة. دي حقيقة. شطورة انك عرفتي. انت عايشة في ألمانيا؟ فاتو يارا، مرحبا بالقمر حبيبتي، انت اللي قمر. أسألك، هل تتعرضين لمضايقات في ألمانيا بسبب الحجاب؟ يس، موجودة. موجودة وحسب الشخص نفسه بيتقبل الموضوع ده ازاي، وعلى حسب انت في انهي مدينة، في الشرق في الغرب، عشان بتزيد وبتقل. أم، بتعرض لمواقف، بس انا من طبيعة الشخص زي ما حكيت قبل كده، بحاول دايما ابص نص كوبايه المليان، بحاول دايما ان انا انفض ما اركزش معاهم. ولو حسيت ان حاجه ضايقتني قوي قوي، خلاص برد في ساعتها. حتى قلت لكم قبل كده في فيديو، في جمله عشان ببقى حافظاها عشان ارد بيها على طول، اللي هو المجانين في كل حته. بحيث ان انا رضيت نفسي شويه، او ساعات لو حاسه ان انا جاهزه نفسيا ان انا اجاوب او برد عليهم وكل حاجه بيتلموا في ساعتها. لو ما تعرفش الماني، رد باي لغه ان شاء الله، لغه هيروغليفيه. لما يعرفوا انك بترد عليهم وفي نبره انك بتدافع عن نفسك وبتهزقهم، بيتلموا. ويا اما تطنش، لو هتطنش وهيأثر على نفسيتك يبقى رد عشان ترتاح نفسيا وتنسى. انا حتى عماله بفكر لكم في مواقف عنصريه، عشان عماله بنسى، مش فاكره غير مثلا موقفين لسه حاصلين من اسبوعين 3، ففاكراهم، بس غير كده بنسى. فهفتكر لكم مواقف عنصريه، هسجل لكم شورت كده واقول لكم عليها. الفيديو طول من دلوقتي ولسه مخلصتش. بحاول اتكلم بسرعه 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 عشان ما اطولش عليكم. مريم، هل من المناهج التعليمية في ألمانيا الثقافية ممكن تأثر على الأطفال العرب عامة والمسلمين خاصة من حيث العقائد وهكذا؟ ولو فعلا بيأثر بالسلب في حل مواجهة الأمر ده؟ كل التحية لحضرتك الأسرة الكريمة، حقيقي بحبك في الله وأتمنى لك النجاح والسعادة دايما يا رب حبيبتي، وأنت كمان لك المثل يا مريم. ردينا على السؤال اللي قبل كده. في حاجات الأساسية زي ما قلت مش كلها هتأثر علينا، بس كبلد أوروبية، بلد مش مسلمة، هتأثر طبعا على العيال كتير جدا جدا. فأهم حاجة الأهل
وكان أبوهما صالحا. لازم الأهل والبيئة اللي حواليه، أصحابه في المسجد، في المدرسة العربي، أو في الحضانة والمدارس نفسهم، يجمعوا مسلمين يعملوا دايرة كويسة، عشان أكتر الوقت بيقضوه مش مع الأهل كمان. فدي حاجة مهمة قوي، إنك تعرف مين أصحابه، على طول تعمل كونتاكت ما بينهم، إنك تزورهم ويزوروك واحتفالات وحاجات، عشان يبقوا دول، مش هقول القدوة طبعا، هقول ان دول البيئة بتاعته الصغيرة الكويسة، فهي طبعا بتأثر عليهم جدا. ربنا يحفظهم جميعا يا رب. من غادة، ازيك يا غادة؟ وحشتيني، بقالنا كتير متقابلناش ومتكلمناش. اخبارك ايه؟ اخبار ولادك ايه؟ ربنا يحميهم يا رب. يا لا، عايزة اتعلم الماني، ابدأ ازاي؟ انا عندي كلمات بس مش عارفة جرامر، وخايفة اضيع وقت على الفاضي. كنت حكيت قبل كده، اي لغة هتتعلمها، حاجات بتنفع قوي قوي في اي لغه، انك تسمع اغاني، تتفرج على افلام وعلى كرتون، وتمارس اللغه. فاعملي اول الاتنين دول، تمارسي اللغه حتى لو عندك الجرامر بايظ مش مشكله. ما انت هتبقي حاجه من الاتنين، يا اما بتتكلمي الماني عشان عارفه كلمات وعارفه جرامر كويس قوي، فبتتكلمي فبتمارسيه فبتتعودي عليه فتبقي 100%، ويا اما تبقي ضعيفه في الجرامر او ضعيفه في الكلمات، فبتتكلمي ترتيب الجمل غلط، او كلمات ناقصه، او جمل الجرامر بقى، الكلمات موجوده والجمله تمام بس الجرامر متلخبط، بس انت مفهومه في كل الحاجات، انت مفهومه. مش هيتصلح غير بالممارسه، مارسي اخطئي. واللي قدامك لما يكون الماني، لو قلتي له معلش اصل انا لسه بتعلم وصحح لي وصلح لي وساعدني، هيساعدك. فاتكلمي ولخبطي عادي براحتك، خديها بهزار خديها بجديه زي ما انت حابه، بس اتكلمي واغلطي، ده اللي هيعلمك الممارسه. ف... فلا، طالما عندك كلمات وتعرفي تكوني جمله انك تتفهمي، مش مشكله، الجرامر هيجي مع الوقت. مي جلال، خايفه من تربيه تالية في المانيا، خايفه جدا. بدعي لها على طول، وبدعي للمسلمين كلهم في كل الدول، سواء عربيه او غربيه، ربنا يحميهم كلهم ويحفظهم. مش عايزين غير الدعاء، وان احنا نحافظ عليهم على قد ما نقدر، ونكون بيئه حواليهم كويسه. فطبعا خايفه عليها وعلى كل المسلمين. طبعا صعب اذا كان احنا متربين في بيئة مسلمة وعيلة مسلمة كاملة وكل حاجة تمام، وهو على الحروق وخايفين على نفسنا، ما بالك بقى الجيل الجديد وكمان في دولة كافرة، فربنا يحميهم. ريم، ينفع لو صورة البطاقة الشخصية بالحجاب أطلع فيزا بصورة من غير حجاب؟ زي ما قلت في أول الفيديو، هحط لكم لينكات زمايلي، وإن شاء الله هناك تلاقوا الإجابة اللي فعلا تنفعكم، أو اتصلي بالسفارة اسأليهم على طول. إيمان العوضي، ممكن تصورين ستوري حوارات يومية مع تاليا، نقدر عن طريقها نتعلم اللغة معاكم؟ حاضر. كذا حد قبل كده طلب مني إن أنا كل فيديو أقول كلمتين بالعربي أو بالألماني عشان نتعلم مع بعض، دايما بنسى. دلوقتي كنت ناسية، لو مش افتكرت هعملها حاضر في كل فيديو كل ما افتكر. والموضوع ده ممكن اكتر احطه على التيك توك، احط لكم برضو حساب الوصف بتاع تيك توك والانستجرام والفيسبوك وجروب الفيسبوك تحت في صندوق الوصف، تابعوني عليه، وان شاء الله كل حاجه بخصص لها حاجه معينه. يعني هنا مثلا بتكلم عن المانيا والعادات والثقافات وحاجات تانية بتخص المانيا، هنا شويه هزار شويه اكل شويه اي هبل في اي هبل على التيك توك كده. يعني الانستجرام اكتر صور او كده، وساعات كده بلخبط، بس يعني تابعوني على كل حته وان شاء الله كله هيجمع بعضه. اتمنى اكون جاوبت على كل الاسئله، اللي عنده لسه اسئله يكتبها لي تاني. الفيديو للاسف طول معايا برضو غصب عني الاسئله كتيره، وان شاء الله اكون جاوبت عليكم كلكم. واشوفكم في الفيديو اللي جاي على خير، خدوا بالكم من نفسكم. سلام.